تعرض مغني أغنية ودع ودع للاغتيال. أنباء عن اغتيال المغني أغنية ودع ودع المسروقة من أغنية أحمد سعد وسع وسع، واللي نشرتها إسرائيل على أحد برامجها التلفزيونية، واللي صرحت بشكل علني للمخطط الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلين مكانه، في تصريح صارخ ووقح للنوايا الإسرائيلية الخبيثة لهدم المسجد الأقصى، واللي يعتبر هدم الإسلام والمسلمين. وده اللي خلى الحكومة الإسرائيلية تجبر منتجو البرنامج لحذف الفيديو من منصة يوتيوب لتهدئة الرأي العربي، واللي هجموا على الأغنية بالسب والشتم في التعليقات وعلى مغني ومنتجي الأغنية الإسرائيلية، واللي خلى البعض يتمنى مقابلة مغني الأغنية شخصيا. وبالرغم من حذف الأغنية إلا أن أي أخبار عن اغتيال مغني الأغنية هي مجرد إشاعات لا صحة لها، والأغنية أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير العربية، ووضحت المخطط الإسرائيلي القذر ونواياهم الخبيثة بالرغم من ادعائهم أمام العالم أنهم دعاة للسلام على عكس الحقيقة.